السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل اي كلام صلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. الدعم لجبل اخواتنا الفلسطينيين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. طب يا صديقي، معانا شرح النهارده اللي هو يكون عن اسهل طريقة لعمل اي رقم فيك للواتساب او للتليجرام. كل اللي عليك انك تكون مركز معايا في الشرح من البداية للنهاية، وما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل فكرة جديدة. ويلا بينا على الشرح. طب يا صديقي، مبدئيا ده البوت اللي احنا هنفعل منه الارقام بتاعتنا، سواء بقى اي دولة انت عايزها. عندك هنا طبعا فيتنام اهي، وعندك هنا طبعا مصر برضو. انا بفعل دول كتيرة منه. تمام، هتبدأ ان انت تضغط ستارت كده. هيبدأ طبعا ان هو يظهر لك قائمة الارقام دي كلها. طبعا كل الدول دي شغالة تمام، بس على حسب بقى، في شغال قوي جدا وفي يعني ايه متوسط وسوق كود وهكذا. طبعا البوت ده هتلاقيه محطوط في قناة التليجرام عندي في ملف. الملف هيكون مضغوط بباسورد مكون من 4 ارقام، انا بقولهم رقمين في رقمين. واول جزء اللي هو هيكون 30. اول جزء اللي هو هيكون 30. طبعا ده كانت الدول دي كلها هي مثلا مصر وليبيا وفيتنام واثيوبيا واوكرانيا واليمن. تضغط مثلا على مصر كده، هتلاقيه طبعا بعت لك ب30 رقم مرة واحدة. تمام، ال30 رقم دولت كلهم مش هتفعلوا اكيد. يعني عندك اول رقم ده مش هتفعل، اللي هو 119 ده مش هتفعل، اللي هو 011 9 يعني مش هتفعل. اقول لك هذا الرقم ليس خلويا. هتاخد اللي هو 111 دوت، ده هيتفعل معاك عادي، او 011 5 او 011 2 011 4. الارقام دي تتفاعل معاك، انما الباقي مش هيتفاعل معاك. هناخد كده اي رقم نسخ. وبعد كده نخرج، هندخل على اي نسخة واتساب، وبعديها نطلب الرقم بالشكل اللي انت شايفه ده كده. طبعا انت هتواجهك ارقام كتيرة محظورة وارقام مخمنة وارقام مش هتطلب كود، فانت ايه، لازم تجرب شوية علشان ايه تفعل ارقام. طب احنا هنطلب كود كده ونستنى طبعا نشوف هيوصل كود ولا ايه. طبعا هو كده ممكن يكون وصل كود وممكن لا. تمام، هنرجع تاني على البوت ونشوف معانا هيوصل كود ولا ايه يا صديقي. تمام، هو هنا ما بعتش كود ولا اي حاجة. هتعمل مثلا على الجروب كده. تمام، طبعا دي الدول اللي بتدفع اهيت. تمام، يعني دي انت بقى تبص هنا تشوف اكتر دولة شغالة ايه وتجرب عليها. تمام، انت فعلت رقم والكود ما وصلش، هتروح واخد رقم نسخ تاني وتجرب رقم غيره. طب يا صديقي، زي ما انت شايف اهو الكود وصل معانا. طبعا انا جربت شوية ارقام والفيديو مقفول عشان بس ايه ما اطولش عليك في الفيديو. تمام، ادي الكود وصل اهوت. هناخده نسخ كده، وبعدين نرجع كده وهنحط رقم لازق زي ما انت شايف كده بالشكل ده. تلاقي طبعا الرقم اتفعل معانا. بس هو الرقم ده يعني ايه، بس هو الرقم ده يا صديقي لازم ان انت تطلب كود تاني، او انك بقى تستنى، يقولك استنى 24 دقيقة. فانت تخرج وهتسجل رقم جديد. وزي ما انت شفت يعني ان الطريقة بتوصل اكواد وكل حاجة. تمام. طيب كده لو خدنا رقم تاني وجربته معاك، طيب ده هيكون اخر رقم يعني نجربه. تمام، عشان بس مطولش عليك في الفيديو. بعد كده هتطلب رسالة نصية. طيب اخر جزء من باسورد الملف اللي هو يكون 40. اخر جزء يا صديقي من باسورد الملف هيكون 40. وبس كده يا صديقي، نكون وصلنا لنهاية الشرح. ولو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل فكرة جديدة. اشوفك الفيديو الجاي يا قمر. سلام.